نور مجلة للأطفال أطلقتها رابطة خريجي الأزهر. تستهدف المجلة التواصل مع الأطفال بلغة بسيطة لتعبر عن هوية الطفل المصري وتعرفهم بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا السماح. تعمل أيضا على تنشئة الأطفال على القيم الإنسانية الجميلة وتشجيع مواهبهم وتنمية مهاراتهم وتعريفهم بقيمة الانتماء للوطن. للحديث أكثر عن خصائص ومميزات هذه المجلة هو ده عنوان فقرتنا مع الفنانة نهى إبراهيم المدير الفني لمجلة نور. صباح الخير. صباح النور. قبل ما نبدأ عن الحديث عن فكرة هذه المجلة وكيف جاءت، تعالي نتفرج مع السادة المشاهدين على هذا التقرير. انطلاقا من الاهتمام بالأطفال وغرس قيم الانتماء لديهم منذ الصغر، أصدرت رابطة خريجي الأزهر تحت قيادة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مجلة للأطفال تحت مسمى مجلة نور، وذلك في خطوة لإعادة إحياء مجلات الأطفال وتطوير المحتوى الثقافي الذي يخاطب الطفل. ويقول القائمون على المجلة بأنها ليست مجلة دينية، بل هي مجلة فقط للطفل، وتم اختيار اسم الفتى نور لأن الهدف منها هو تنوير عقول الأطفال. وتقدم المجلة للأطفال جوهر الأديان الصحيح والأخلاق الحميدة، كما أنها تهتم بالجانب العلمي والتاريخي. وتقدم المجلة قصصا تدعم التفكير العلمي والمنطقي وتعزز قيم الانتماء للوطن. وتستهدف المجلة التواصل مع الأطفال بلغة مبسطة والجمع بين عنصر جذب المادة العلمية لتعريفهم بتاريخ بلدهم وتعريفهم بتاريخ الأزهر الشريف ودوره في نشر الفكر الوسطي للإسلام وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة وغرس قيم الانتماء للوطن في نفوسهم، بالإضافة إلى ملء الفراغ الثقافي وتعزيز المنهج العلمي لديهم وتنمية مهاراتهم. الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أكد أهمية المجلة بالنسبة للأطفال لتميزها عن مثيلتها التي تقدم نماذج غربية لا تعبر عن هوية الطفل المصري ولا عن حضارة وقيم وتقاليد المصريين، مضيفا أن المجلة درست احتياجات الأطفال وجاءت لتلائم نفسية الطفل المصري وتدعم هويته في إطار قيم الوطنية والثقافة العامة والتربية الدينية. نرجع مشاهدينا للحديث عن أهمية وضرورة هذه المجلة بالنسبة للأطفال في هذا التوقيت الحالي مع الفنانة نهى إبراهيم المدير الفني لمجلة نور. بنرحب بحضرتك مرة تانية وعايزين نتعرف كيف جاءت فكرة إصدار هذه المجلة. الفكرة جت بصراحة مش نتاج شخص واحد، هي فريق متكامل. هي البداية كانت مع دكتورة نهى عباس طبعا، يعني كان في مؤتمر بيتكلم عن الإرهاب فهي بدأت الفكرة إن إحنا عايزين نعمل حاجة تواجه الأحداث اللي بتحصل بشكل بسيط تتقدم للطفل. فبصراحة دكتورة نهى عباس هي اللي طرحت الفكرة في البداية، وكان باستشارة مع أستاذ فواز وفنان كبير فن الكوميكس طبعا معروف. وابتدى ان هم يطرحوا الافكار هتبقى ازاي، السيناريو هيبقى شكله ايه. بدأ بعد كده المرحله بقى الثانيه الاستعانه بفنانين، في طبعا جيل الشباب، في فنانين كتير شغالين في المجله ما شاء الله عاملين شغل رائع، وكتاب وكل حاجه. بدأ يتحط طبعا اتعمل دراسه كامله للموضوع من دكتوره نهى، بدأ يتحط ابواب، يتحط قصص، وبدأ بقى احنا نضيف خيالنا. يعني بدأ التصميم طبعا الأساسي لشخصية نور كان أستاذ فواز. بعد كده احنا استلمنا الكلام ده وابتدينا بقى نطور. جينا بقى بعد كده في شكل الكادرات عايزين نغير فيه، عايزين نعمل لمحة ما تديش الإيحاء. احنا أول ما نسمع كلمة أزهر ممكن يجي لنا افكار كتير. انت قبل الهوا كمان قلتي لي ان المجله ما بتعتمدش على الدين، هي مجله عامه. ده كان مهم بالنسبه لنا جدا، بتستهدف الاطفال طبعا. بكل يعني فئاتها. بالظبط كده. يعني حصل حتى اجتماع واتكلمنا، استاذ فواز اتناقش معانا في النقطه دي، وكان محور الاجتماع ان احنا اهم حاجه عندنا الاخلاق. احنا عايزين نقدمها بشكلها الفطري الأولي خالص اللي هو بتجتمع عليه كل الديانات. مش عايزينها تبقى بالشكل الجامد أو التقليدي. فبدأنا بقى القصص تبقى خفيفة جدا،
اتعمل ابواب للمسابقات عشان برضو ما يبقاش الموضوع احنا بنملي على الطفل يقرا ايه. احنا مش عايزين الحكايه دي. عقلية الطفل في الفترة الحالية اتغيرت جدا بتغير طبعاً. وتطور التكنولوجيا اللي حواليه. ازاي بتقدروا ان انتوا تصلوا لعقلية الطفل من خلال هذه المجلة؟ هي دي كانت الفكره بقى بالظبط. يعني احنا عارفين الطفل دلوقتي ما بقى مطلع على كل حاجه، فما ينفعش احنا نقعد نقول له اعمل وما تعملش. احنا عايزينه يبقى هو عنده عقليه نقديه، يقرا ويقول رايه ويشارك في المحتوى. فبدأ يبقى في باب. كان معمول أول حاجة مسابقة عن الأزهر، ونزلت المسابقة دي في صورة بحث هيقدم من الأطفال نفسها هتشارك بيه، وفعلا الأطفال تفاعلوا مع الموضوع وبدأوا يشاركوا، وبدأوا حتى كمان يعني كان في مشاركة من الإخوة الأقباط. كان في بنت اسمها مريان، وكانت من كمان الأبحاث اللي هي أحسن أبحاث اتقدمت. فده غير بقى المشاركة على الصفحة وكده. احنا كمان حبينا نتفاعل بشكل مباشر في صفحة على الفيس، بنسمع الآراء، بنتكلم مع أطفال. في ناس بتبعت حاجات كتير، بتبعت حاجات كاتباها، حاجات رسماها. فدي نقطة. النقطة التانية كمان احنا حبينا شكل القصص نفسه يبقى فيه تطوير من حيث التصميم، تصميم الشخصية أو تصميم القصة نفسها، من حيث تصميم الكادرات، من حيث الألوان. حتى كمان توجه لنا نقد بسبب ده، يعني اتقال لنا انتوا كده كأنكم عاملين مجلة زي ديزني يعني حاجة يعني شكلها غربي. هي فعلا الأطفال بتتجه دايما للثقافات الغربية والمعلومات أو الأفكار من مجلات زي ما ذكرتي مجلة ديزني بشخصياتها المختلفة. هو في ديزني شركة كرتون مش مجلة، بس هي الفكرة ان الأطفال عايزة إبهار، ولازم احنا نراعي ده. ما ينفعش نغمي عينينا ونقول لا احنا هنتمسك بشكل معين والاطفال هتجيلنا. لا، انت اللي عايز تنزل للطفل وانت اللي عايز تفهمه، فشوفوا هو منبهر بايه. بس احنا اعتراضنا مش على الشكل اللي بيتقدم بيه، اعتراضنا على المحتوى. ان المحتوى ما يناسبش اطفالنا، في عنف، في افكار مش سليمه. فاحنا عايزين نعالج الموقف بان احنا نقدم بقى العكس، نقدم النموذج والقدوه. في صعوبه كمان في ظل منافسات عديده من مجلات طبعاً. اخرى او الانترنت او التلفزيون او وسائل اعلاميه تانية. طبعا، بس برضو لا تزال المطبوعه اللي في ايد الطفل ليها احساس تاني. هو ممكن ياخدها معاه في اي مكان، ممكن يتجول بيها. هي نفسها متعه، يعني هي تحفه فنيه جوه الاعمال نفسها اللي جوه واقتنائها في حد ذاته. وده زائد كمان المحتوى نفسه مختلف. نعم. يعني ممكن صحيح في على النت حاجات كتير، بس مش كده، مش مدروسه كده. يعني فكره برضو انك تبسطي حاجه اخلاقيه قوي والطفل يفهم من غير شكل مباشر وممل، طبعا عايزه شغل كتير جدا، وعايزه خبره في علم النفس ودراسات كتير. وده فعلا الحمد لله يعني دكتوره نهى باشرافها هي موفره، هي عامله فعلا سيناريو رائع جدا في قصه من القصص. ده غير بقى كمان المتابعه مع كتاب السيناريو. القصه اما تقريها هي ما فيهاش خالص اي حاجه بشكل مباشر، مجرد طفل. الطفل ده شقي جدا، بيمثل اطفال كتير عندنا في مصر. موجود مع باباه ومامته في البيت، عامل دوشه وقالب الدنيا، والمفروض ان هو داخل على الاجازه الصيفيه، فابتدى بقى الدوشه بتاعته. هل انتم مسلطين الضوء على شخصيه نور كطفل فقط، ولا الاسره وتعاملاته مع المجتمع الخارجي من خلال اصدقاء ومن خلال افراد الاسره والمجتمع؟ لا، ده هو يعني القصه رايحه في الخيال خالص يعني. هو الفكره ان الولد شقي وعامل مشاكل مع بابا وماما، فبيبتدوا بقى يفكروا يهذبوا ده ازاي. فعنده عمه عالم، فعمه ده متبحر في العلوم الاسلاميه، وفي نفس الوقت هو عالم مش بالشكل بقى الديني، لا ده هو عالم متطور بيسافر للعصور الاسلاميه. فهم هيبعتوه له، فهو بيدخل البيت بيفاجئ باجهزه غريبه، كل حاجه بتتكلم، جو ما كانش متخيله، وفاكر بقى عمه بقى ده ممل بقى وعالم وكده. فهو بيفاجئ ان الموضوع ممتع جدا، وبيبدا بقى يندمج في الاحداث، تبدا بقى الاحداث تتصاعد، بيبدا بقى يقابل علماء المسلمين القدامى، بيبدا يتعرف عليهم من قرب، يشوف انجازاتهم العلميه. هو مدخل ان احنا نوري الطفل احنا عندنا حضاره مبهره، بس انت ما شفتش الجانب ده لانه ما تقدمش. فاحنا بقى بناخده خطوه خطوه كده. ده غير بقى ان في قصص تانية كتير طبعا
في قصه اسمها فرسوف او الفأر الفيلسوف، يعني ده بيعملها استاذ فواز. هي طبعا يعني احنا فكره الحيوانات اللي بتتكلم والحاجات دي ممتعه لسن معين. يعني هم بيحبوا طب يشوفوا. الفئة العمرية اللي انتوا بتخاطبوا بيها المجلة من سن كام لكام؟ هي الاطفال لحد من سن 8 سنين 15، يعني هي نور مقدمه للاطفال. فالقصص بتاعتها كلها هتلاقيها خفيفه بتوجه للطفل، غير بقى الابواب طبعا. فكره اصنع بنفسك، يعني بتقدم كل مره في الباب ده فكره ان الطفل هو اللي ينفذ اللي اراه ده بايده. هو مش كفايه ان انت تقرا وتروح يعني خلاص كده، لا انت لازم تتفاعل بقى. المسابقات طبعا ابواب كتير، غير ان في معلومات عامه. معلومات عامه ومعلومات طبيه حاجات كتير جدا، يعني محتوى دسم. كم عدد اصدرتوه من المجله حتى الان؟ لحد دلوقتي 3، ومفروض ان شاء الله اول الشهر بينزل العدد الرابع. طب لو اتكلمنا عن الترويج للمجله واهميه ترويج هذه المجله بما يعني نشر احتياجات الاطفال في هذا التوقيت، بتعملوا ايه؟ حاجات كتير جدا. هو مفروض في اعلانات طبعا، في يعني في الجرايد بيبدا ينزل اخبار، غير صفحه الفيس طبعا، غير الموقع، غير بقى كمان ان في خطط مستقبليه باذن الله بدا التخطيط ليها. طبعا احنا نازلين في معرض الكتاب ان شاء الله، مجله نور. كمان ان شاء الله هيبقى في ورش. المفروض الورش دي هتلف المدارس، نبتدي بقى نلعب مع الاطفال، يعني نرسم معاهم ونتكلم معاهم، نسمع منهم، نشوف برضو هم محتاجين ايه يبقى موجود في المجله. يعني هي دي. احنا شايفين كمان مع الساده المشاهدين الافتتاحيه لهذه المجله بحضور شيخ الازهر. يعني هي دي صور تذكاريه. ده استاذ فواز كان موجود وشيخ الازهر ونخبه من الحضور، الساده الحضور. ده لحظه حفل اطلاق الكلمه اللي اتفضل سيادته والساده المدعوين. كان شيء رائع بصراحه، يعني احساس ان اخيرا بقى فيه رعايه وبقى فيه اهتمام. هو الخطوه دي كانت المفروض تتعمل من زمان بصراحه، يعني انا سعداء جدا باليوم ده. ده الغلاف الاولاني، هو طبعا كان فيه تعديلات كتير ومداولات وكلام في المجله. دي المراحل بتاعه الشغل. كنت الاول بقى بعمل سكتشات وحاجات كده وبنبتدي بقى نعرضها ونتناقش فيها، وده تمام وده. هل قابلتكم صعوبات حتى إصدار هذه المجلة وبقى ليها مكانة في السوق المصري أو بين عدد كبير من الأطفال حتى الآن؟ طبعا طبعا ولا زال يعني. هو ده شأن أي شيء، ده طبيعي. فيعني هو طبعا في البداية كان في مناقشات كتير حوالين الستايل اللي بيتقدم بيه الشغل. هل ده ملائم لأن ده أزهري ولا لأ؟ الشخصيات هل ده ملائم ولا لأ؟ طبعا كان في بقى مقاومة وإقناع بصراحة، لأن إحنا كان لنا وجهة نظر إن إحنا لازم نقدم حاجة قريبة من نفس الطفل. لازم حاجة بتعبر عنه وبتعبر عن كمان العصر اللي إحنا عايشين فيه. دور كمان في تربية النشء بطريقة سليمة. بالظبط. مش لازم عشان أنا مثلا من الأزهر يبقى أقدم الطفل لابس أزهري وبس واسكت. لا، كمان أنا عايز الطفل الشقي بتاع المدرسة، أنا عايز الطفل اللي هنا وهنا وهنا اللي في النادي. أنا عايز أقدمه وهو يحس بنفسه إنه موجود، ممثل في القصة دي، ممثل في المجلة دي. فكان طبعا كمان الطريقة احنا عايزين إبهار، عايزين جذب. حتى كمان لما كان في استطلاع رأي ايه اللي جذبك للمجلة، كان جزء منها مخاطبة العقل كمان. طبعا فهو مخاطبة العقل طبعا ما فيش خلاف عليه، وإلا الأزهر ما كانش الرابطة عرضت الفكرة. بس هي فكرة كل الخلاف كان بس في التصميمات وفي الألوان وفي الحاجات دي. بس الحمد لله تجاوزنا المرحلة دي. اللي بعد كده فاضل الانتشار. طبعا هو المجهود احنا بنحاول في كل الاتجاهات نتكلم دايما عن الموضوع، بس طبعا لحد احنا كام مليون. هل المجلة دي بتصدر بس داخل جمهورية مصر العربية ولا مثلا ممكن انها تنتشر في الدول العربية الأخرى؟ في خطة ان شاء الله. هو حاليا هي طبعا في مصر، بس في تخطيط ان شاء الله بعد كده انها تبتدي، لان الرابطة اللي بتصدر عنها المجلة هي رابطة العالمية لخريجي الأزهر.
فالصبغه العالميه دي احنا عايزين نستغلها بقى ان شاء الله يعني. فكان في تخطيط للموضوع. طب في تخطيط ان الاطفال هي نفسها تشارك في ابواب هذه المجله وتتواصل معاكم من خلال مثلا الفيسبوك صفحات؟ حاصل بالفعل، ده حاصل بالفعل مع المسابقه اللي اتعملت عن الازهر، ده شارك فيها الاطفال بالفعل. في مسابقات تانية برضو، في باب عن حرب اكتوبر مطروح فيه ان الاطفال هي اللي تكتب الباب. الأطفال طبعا بتدخل وبتقول رأيها وبتبعت لنا مراسلات كتير جدا، وفي مشاركة يعني واضحة جدا، هم فرحانين بالموضوع، بس برضو احنا نطمح في المزيد يعني. طب هي في مجلات في السوق كتيرة جدا، لو قلنا مميزات هذه المجلة اللي بتميزها عن مثيلاتها في السوق، نقول مجلة نور ايه؟ ممكن يكون البعد مش هقول ديني، ممكن نقول اخلاقي. هو طبعا كل المجلات اكيد بتنادي بده، بس دي هدفها كده. يعني احنا دلوقتي عايشين في عصر فيه صخب، وفي الصوت العالي بدأ يبقى منتشر. احنا محتاجين بقى نرجع تاني للروح الأصلية لديننا، السماحة، المحبة. مش عايزين عنف. انتشرت الفكرة بتاعت ان الدين مقترن بالعنف بسبب الجماعات المتطرفة والحاجات اللي بقت تحصل في الأخبار. خصوصا الجماعات المتطرفة كمان تستقطب الآن الأطفال في هذا السن الصغير، لأن بتبقى عقولهم يعني زي ما بنقول خامة سهلة جدا انك تمليها بأي فما ينفعش ثقافات غريبة أو المجلة مش كفاية غريبة. أكيد الأزهر ليه دور كبير وبيعمل مؤتمرات وفي علماء وكل حاجة، بس كمان لازم يبقى في بداية بقى. يعني احنا بنعتبر المجلة دي مجرد بداية لنشاط موسع، ان احنا نبدأ نفهم الأطفال الحقيقة اللي ما بتتقالش باستمرار، اللي مش شايفينها في القنوات. حتى فين قنوات الأطفال ما عادش زي زمان في مسلسلات بتتذاع باستمرار، لأن المعلومة الخاطئة لو تلقاها وهو صغير بيبقى صعب تغييرها وهو كبير. طبعا فاحنا محتاجين من دلوقتي نبتدي نزرع ده. فانا اعتقد ده يعني اكيد معظم الاباء والامهات موافقيني على الموضوع ده. اكيد هم بيدوروا على حاجه تقدم النموذج دون والقدوه دي لاطفالهم، فيعني ادعوهم ان هم. طب ممكن نشوف المجله دي بصوره مرئيه؟ يعني ممكن تترجم لقناه للاطفال تبقى ده في الخطه برضه مع كل الافكار دي يعني عندنا يعني. احنا بنتمنى ان الافكار دي تترجم على الواقع ويبقى في استمرار لاصدار المجله، مش تبقى فتره وتقابل صعوبات وتتوقف عن احنا بنحارب عن نفسنا، ويعني يعني احنا عايزين طبعا ده يحصل. فهي الحاجه لما بتقف بيبقى بسبب بس ضعف امكانيات، ظروف معينه بتواجه. ما نتمناش ده يحصل باذن الله طبعا، بس احنا مستمرين باذن الله لحد ما نكمل وننجح ونوصل لهدفنا ان شاء الله. طب بتوصلوا ازاي للاسر او خصوصا الامهات، لان هم دول اللي بيربوا النشء او الجيل الجديد اللي هيبقى مستقبل مصر؟ هو لحد دلوقتي التواصل على الفيس بصراحه هو عامل اثر كبير، وانا شايفه فعلا ان بدا يبقى في شير، بدا يبقى في مشاركه، بدا يبقى في ناس بتدخل تبعت لي رسائل وتسالني طيب هي فين، بتتوزع فين، بتتباع فين، وناس بتشتريها لولادها فعلا. فحاسه يعني ان في اقبال الحمد لله، وفي امل يعني الموضوع ينتشر. انت قلتي ان المجله بتهتم بالجانب العلمي والتاريخي بتعريف الازهر وتعريف علماء المسلمين منذ القدم، لتعريف الاطفال مكانه المسلمين زمان. بتخاطبوهم من خلال القصة ومن خلال نور فقط ولا معلومات مباشرة؟ لا احنا يعني هو في جزء فيه معلومات مباشرة، بس احنا ما بنحبسش ده يبقى كتير، لان الطفل ما عنده الكتاب المدرسي. يعني اكيد هو من كتر المذاكرة هو زهق من طريقة التلقين. احنا دلوقتي عايزين نقدم محتوى مختلف تماما، عايزينه ما يحسش ان المعلومة بتوصل له، يعني هو توصل له ويدركها ويبقى حافظها كمان من غير ما يحس انه قاعد يعني يتملى شيء معين. ده بيتم من خلال القصة، ده افضل طريقة. حتى كمان كان احنا متعودين كان حتى المناهج الدراسية ابتدت كمان تتغير وتتطور، طبعا. تبقى باسلوب القصة. طبعا بقى في سيديات تعليمية، بقى في تحريك كمان.
يعني كان اجمل حاجه الواحد بينام عليها صوت جدته بتحكي حدوته او ماما. ده بقى اللي احنا بنعمله في المجله، احنا جدته اللي قاعده تحكي القصه بطريقه لطيفه، والطفل بيستمتع بيها جدا وبيندمج في احداثها ويعيش بخياله كمان. مش بس المعلومه، المهم كمان تنمي الخيال. انت عايزه طفل مبدع، عايزه يبقى جواه روح فنان، عايزاه يبقى عنده ملكه التخيل والاندماج مع التاريخ. فده لازم يتمثل بالشكل ده، لازم يعيش في جو من الفانتازيا، جو مش مخالف شويه للواقع، بس بنسمح له فرصه بقى يتنفس، يعبر عن نفسه. احنا بنتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق لمجلة نور، وبنتمنى كمان ان يكون منتشرة على نطاق اوسع داخل مصر وخارجها. احنا في النهاية بنشكر الفنانة نهى ابراهيم المدير الفني لمجلة نور، شكرا جزيلا لحضرتك. فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد الفاصل.